السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوات ام ريتاج. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم جيت نشارك معكم هذا الكيك ديال المول العجيب اللي كيجي بواحد المكون كيعطيه اضافه زوينه بكريمه ناجحه وسهله وسريع في التحضير. فكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اول حاجه غنحتاجوا 3 الحبات ديال البيض، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال سنيده، جوج ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، فرص نوعيه جيده. اول حاجه غنجيب البول ديالي، غنوضع فيه البيض اللي طبعا كيف ما قلت لكم درجه حراره المطبخ. غنوضع واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه وواحد الكاس ديال سكر سنيده. غادي نجيب الخلاط الكهربائي اولا الخلاط اليدوي اللي كان متوفر عندكم في البيت. هنا كنحاول انني نخدم البيض مع سنيده حتى يبان ليا بياض الخليط ديالي وضعف الحجم ديالو. من بعد غادي نضيف ليه داك كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. فجميع المكونات عبرتهم بنفس الكاس. كيف ما كنقول لكم دائما، هنايا نطرب الزيت ديالي وغادي نضيف ليه هنايا ريبي المكون اللي غيعطي الكيك ديالنا اضافه زوينه بزاف ومختلفه على الكيكات اللي سبق لي حضرت معكم. هنايا كنعاود نخلط مره اخرى. في هذا الاثناء غنحيد الخلاط الكهربائي وغادي نخدم غير بالخلاط اليدوي. فغادي نضيف الدقيق بالتدريج. كيف ما قلت لكم هنايا راه عندي جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي غربلتهم طبعا من قبل، وغادي نضيف لهم واحد جوج ديال الخميرات كيماويه كل واحده من فئه 8 غرام بالمجموع 16 غرام. وعندي هنايا جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو المر. من الافضل تكون يعني نوعيه جيده باش تكون النتيجه زوينه. طبعا نغربلوا جميع المكونات كيف ما كنقول لكم. هنايا كيكون داك الكاكاو يعني في داك الكريات اولا الخميره حتى هي، فمن الافضل اننا ندوزوهم هكا في الغربال. من بعد كنخلط كيف ما شفتوا معايا، وغادي نجيب المول ديالي اللي غادي نوريه لكم صراحه ناجح 100%، وجربت فيه يعني بزاف ديال الوصفات اللي فايت لي شاركت معكم. هنايا دهنته غير بالزبده، ما رشيتو لا بدقيق لا بوالو. كنوريكم هنا المول. فغادي نطلع يديا كيف ما العاده وغادي نفرغ الخليط ديالي. في هذا الاثناء شعلت الفران ديالي درجه الحراره 180. كنخليه حتى كيطيب ليا الكيك ديالي من التحت، عاد كنشعل عليه يتحمر من الفوق. هنا كنوريكم الكيك ديالي باقي سخون. شوفوا معايا كيفاش كيجي هشيش رطب خفيف. فغندوز نديموليه على هاد الطريقه هذه. كنوريكم هنايا الشكل ديالو كيفاش كيكون رطب ناجح سريع في التحضير. هنايا غادي ندوز انا كاضافه، غادي نسقيه هكا بالحليب لان هنا باقي الكيك ديالي سخون. حاولت انني نثقبو هكا بعويد وغادي نسقيه هكا بالحليب. فالا ما بغيتوش تسقيوه فتقدروا ما تسقيوش اولا ديروا القهوه سريعه الذوبان، فكيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للكريمه 3 المعالق كبار ديال السنيده، جوج ديال ساشيات ديال الكاكاو المر، وواحد الملعقه كبيره ديال النشا اولا مايزينا مع كاس ديال الحليب. غادي نخلط في الاول في البارد، من بعد عاد غنوضعه فوق النار حتى يبدا يعقد ليا الخليط. مباشره غنحيدو فوق النار. شوفوا معايا القوام كيفاش كيكون الكريمه ديالي. غنضيف لها واحد ديسير بنكهه ديال الشوكولا. غادي نخلط مره اخرى وغادي نجيب الكيك ديالي طبعا اللي بعد ما بردات. فغادي نفرغ فيها هكا داك الكريمه وغادي نحاول انني نسرحها فوق الكيك ديالي كامله. فإلا كنتو اول مره غتشوفوا القناه ديالي اولا الفيديو ديالي فمرحبا بكم عندي في القناه. ما تنسونيش من الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم والكومونتيرات الزوينين ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب باش كلشي يستافد وتعمل فائده على الكل. هنا بالنسبه للجوانب فزينتهم هنايا بالكاوكاو كونكاسي، تقدروا تضيفوا اللوز كونكاسي اولا اللوز ايفيلي اولا الشعريه ديال الشوكولاته ولا الشوكولاط فيرميسيل، فعلى حسب التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. هنا كنحاول نزينو هكا الجوانب ونزين حتى الوسط، وغنوريكم حتى الشكل ديال الكيك ديالي كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كيجي رائع. اما تديه للعائله ديالك اولا توجديه لوليداتك الكوتي اولا تخدميه كطلبيه، فراه كيجي ناجح صراحه وكيحمر لك وجهك وكيجي مختلف على يعني الوصفات اللي حضرت معكم من قبل. فكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الكيك والوصفه
ديال اليوم، وغادي نقطعها معكم حتى من الداخل باش تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي. وهاد الكريمه راه داك الشوكولا ديال اولا داك الديسير ديال الشوكولا راه عطاها اضافه رائعه جدا ومذاق اللي متميز، فكنتمنى ان شاء الله تجربوها. ومع هاد الحراره هادي فصراحه الواحد كيتلف اشنو يحضر الكوتي بحال هكا، فكنقترح عليكم هذا الاقتراح اللي كيكون سريع التحضير وبمكونات اللي بسيطه ويعني سريعه، فما كتاخذش معنا وقت نهائيا، دغيا كتوجد وكتعطينا صراحه كتجي ناجحه. وحتى بالنسبه للبنات اللي ما كينجحش معاهم الكيك فكنقترح عليكم هذا الكيك ديال مول العجيب، ناجح 100%. جربيه بعينيك مغمضين. هنا كنوريكم بعد ما قطعت معكم الكيك تشوفوا معايا الشكل ديالو حتى من الداخل كيفاش كيجي، صراحه كيجي ناجح وكيجي زوين. والمذاق ديالو ما نعاودش لكم، ضروري خاصكم تجربوه وقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم الكيك ديال اليوم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. الى وصفات قادمه ان شاء الله.